زي ما الكتاب بيقول، وطبعا بروح جريئة جدا مصرية هيخلي الطعم بتاعنا محبب جدا للمصريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة، انتوا كل احبابكم اللي بتحبوهم واللي بيحبوكم. معاكم الشيف احمد الصعيدي. ويا ريت قبل ما ندخل في الحلقة بتاعت النهاردة ما تنسوش تشتركوا لنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا، بالإضافة لعمل متابعة لينا على صفحاتنا في الفيسبوك والإنستجرام. ويلا بينا ندخل الحلقة. وكمان قبل ما انسى ان انا دايما هسيب لكم الوصف والمقادير في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا بينا نبدأ الحلقة. الحلقة بتاعتنا النهاردة عبارة عن تشاينيز براون صوص بيف، او نقول عليها يعني لحم بقري بالصوص البني الصيني. المكونات بتاعتنا احنا هنقول لكم عليها كده مجتمعة، وبعدين احنا ان شاء الله هنضيفها في زي ما اتفقنا في الديسكريبشن بتاع الفيديو. عبارة عن طبعا جزر كده متقطع، انا بحب اقطعه علامات، ما بحبش الجزر المبشور، فالجزر كده متقطع علامات يعني زي عيدان الكبريت كده، وبصل وفلفل اخضر جوليان، وطبعا فلفل اخضر بارد، واساسي عندنا البصل الاخضر، بالاضافه الى الفلفل الوان، وطبعا فلفل اسود وبهار لحمه، والتشيلي فلفل حراق او فلفل احمر درايد طبعا، بالاضافه لمعلقتين نشا، وطبعا ملح، بالاضافه كمان الى الجنزبيل، معلقه جنزبيل كده مبشور، ومعلقه توم مبشور، وحته زبده صغيره عشان نعمل بيها اللمسه او الروح المصريه بتاعتنا اللي بنحبها دايما تبقى موجوده في الاكل بتاعنا. ان شاء الله الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا جدا، بس يا ريت تنفذوها بنفس الخطوات. حته اللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين حته حلوه قوي. هنبتدي الاول نشيل الدهن اللي عليها ده، لان المفروض ان الوصفه دي اللحمه بتاعتها يعني تبقى مش ما فيهاش دهون، فهنشيل حته الدهنه، الغطا الدهنه الزياده اللي على اللحم زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هنا التعامل مع اللحمه ومسكه السكينه يبقى بحرفيه جامده، ولكن في البيت يستحسن قوي نخلي الجزار يظبط لنا حته اللحمه على الشغل على طول، وممكن يقطعها لنا الشرايح المناسبه لو احنا قلنا له الشرايح بتاعتها هتبقى قد ايه. طبعا هي المفروض انها شرائح رقيقه وعكس نسيج اللحم كده. الجلده زياده من اللحمه، واللحمه عندنا بقت حلوه برضو، ممكن نفصلها كده كده حلو قوي. كده بقت الحته اللحمه جميله وصالحه للشغل بتاعنا. لو ركزتوا معايا شويه مع الكاميرا هتلاقي نسيج اللحمه بالطول كده. انا هنا لما هقطع الرقائق بتاعتي او الشرايح بتاعتي هقطعها بعكس نسيج اللحمه زي ما اتفقنا. ادي نسيج اللحمه ماشي بالطول، احنا هنشرح بالعرض. نفس الكلام، نسيج اللحمه بالطول احنا هنشرح عكس نسيج اللحمه.
باكد تاني دايما ان دايما التقطيع اللحمه يبقى عكس النسيج بتاع اللحمه، عشان لو اتعمل التقطيع في نفس اتجاه نسيج اللحمه هيبقى بيشد في الاكل، لانك انت هو بطول النسيج، لكن لما يبقى متقطع كده هيبقى عكس اتجاه النسيج، ما يشدش في اللحمه، يتقطع على طول. كده تمام قوي وزي الفل زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه دلوقتي نتبل اللحمه. طبعا اساسي في التتبيل بتاع اللحمه بالبراون صوص على الطريقه الصيني ان احنا ندي معلقه نشا نرشها كده على اللحمه، فلفل اسود مع النشا، نضيف بقى صويا صوص معلقه كده كبيره، صويا صوص فاتح، ومعلقه برضو صويا صوص غامق. والصوص المهم جدا في البراون صوص طبعا صوص المحار او الاويستر صوص، برضو معلقه كبيره كده، عشان ده بيدينا اللمعه الحلوه بتاعه الصوص البراون او البراون صوص او الصوص البني. تمام قوي كده. نص معلقه صغيره لو في خل رز يبقى احسن، لكن لو ما فيش خل رز نحط خل ابيض عادي، معلقه صغيره كده. وندعك اللحمه كده كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. اللحمه اتبلت كويس قوي واتشبعت بالصوص. هنسيبها بس ربع ساعه، يعني ربع ساعه بالكتير كده تشرب الصوص، وبعدين نبتدي نشوح فيها ونبتدي نشتغل الشغل بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. وبعد ما قعدنا كده عليها تقريبا او انتظرنا معاها كده حوالي نص ساعه، اللحمه بقت متبله كويس معانا. هنبتدي دلوقتي نكمل الشغل بتاعنا. حطينا طاسين على النار، وحطينا الطاسين كان سببهم ان احنا عايزين تبقى اللحمه واخده راحتها على النار. حتى كمان لو حسيت ان الطاسات هتتملي مني الطاستين هقلل الكميه عشان تتشوح كويس. نبتدي نحط زيت، معلقه زيت صغيره كده، وانتظرنا الزيت يسخن شويه. نبتدي نحط اللحمه كده، لسه شويه. والطاسه دي كمان الزيت بتاعها سخنه حلوه خالص اهوت. زي ما اتفقنا مش هنزود اللحمه ازيد من اللازم عشان خاطر نعرف ناخد التشويحه بتاعتنا اللي احنا عايزينها، ولونها يبقى حلو والقوام بتاعها يبقى حلو. نحط دول في مره تانيه. زي ما حضراتكم شايفين احنا هنستمر في تقليب اللحمه لغايه ما تاخد اللون البني اللي احنا عايزينه، عشان نوصل للتشويحه الجيده اللي احنا عايزينها وعايزين نشتغل عليه. كده احنا مستمرين معاها لغايه ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه وتاخد التشويحه الحلوه اللي احنا عايزينها.
كل ما هتشوح كويس كل ما هتدينا تيست عالي في الشغل النهائي او في الطبق النهائي. وطبعا احنا ما بنسويهاش سوا كامل في الطاسه، لان هي كده كده هتكمل سوا مع الصوص بتاعنا في الاخر لما نحط الخضار ونظبط الدنيا بتاعتنا. حلوة قوي التشويحة دي كده، شايفين؟ حلوة قوي التشويحة دي، أنا بحاول أخليها لكم تظهر مع الكاميرا. الريحة طبعا طالعة عاملة شغل جامد قوي في مناخيري، لأن طبعا الصلص دي تيستي هي بطبيعتها، والشغل بتاعها بيبقى عالي. طبعا اللي في الطاسه ده خلاص كده التشويحه بقت حلوه قوي، هننقله في الطاسه الثانيه ونحط على الطاسه دي سنه زيت صغيره عشان نبتدي ننزل بالجزء الباقي في الطاسه دي يكمل تشويح معانا عشان نخلص الوصفه بتاعتنا زي الفل. تمام. ودي نركنها بقى دلوقتي على جنب كده زي الفل، نركنها على جنب كده. دي اتشوحت تشويحه كويسه، وباقي شويه صغيرين دول اكيد الصورة احسن من اي تعبير. وزي ما حضراتكم شايفين الدنيا معانا ماشية كويس والتشويحة حلوة قوي، ابتدينا ندخل في الوضع اللي احنا عايزينه. واذكركم تاني ان احنا برضو ما بنسويش اللحمه تسويه كامله في الطاسه، لان احنا هتكمل تسويه في الصوص بتاعها اللي احنا هنبتدي نشتغل فيه دلوقتي على طول. دايما طول ما انا ببقى معاكم بيبقى مزاجي عالي وبشتغل بمزاج، وعجبني جدا تفاعلكم معايا على اليوتيوب وعلى الفيس، وارجو ان انا ما اتحرمش منكم دايما ابدا، لانكم احلى ناس واغلى ناس. يا ريتكم مكاني وتشموا الروايح الحلوه دي اللي انا شاممها دلوقتي، رغم ان احنا لسه ما ولفناش الصوص بالكامل، لكن حقيقي الروايح اللي طالعه من اللحمه عامله شغل جامد قوي معايا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. كده التشويحه بتاعتها بقت تمام قوي. ننقل دي كمان هنا، نفس الطاسه شويه زيت تاني صغيرين، واللمسه بتاعتنا الحلوه سنه حته زبده صغيره كده، دي اللمسه المصريه بتاعتنا. نبتدي ندخل بالبصل والجزر
الفلفل بتاعنا الاخضر، شوية فلفل كده بارد برضو يا سيدي على الجمال والحلاوة. ندخل بقى بالفلفل الألوان، وطبعا زي ما احنا متفقين في الأكل الصيني المفروض إن الخضار يبقى بيقرش، ما يبقاش مستوي بالكامل، لازم يكون في قرشة كده في الخضار عشان تبقى الريسبي بتاعتنا طالعة مظبوط. البصل الأخضر ده هنسيب شوية بس معلقة صغيرة كده نزين بيها الطبق في الآخر، والباقي هناخده معانا هنا. لمسة برضو المصرية بتاعتنا شوية جنزبيل مبشور، فصين توم حلوين، يا سيدي على الحلاوة والجمال. نضيف التوابل بتاعتنا برضو نص معلقة نشا كده كده، أحلى دلع وأحلى شغل. نكمل نص معلقة فلفل أسود صغيرة كده، بهار لحمة، شوية شطة درايت كده أو شيلي زي الفل كده عشان ما تبقاش حراقة قوي. ايه الجمال ده والطعامة دي. واخيرا الملح بتاعنا زي الفل، برضو نص معلقة خل صغيرة ما يجراش حاجة، زي ما اتفقنا ان الصلص في الصين بيحبوا يحطوا عليها سكر بني، انا بستعيض عنها بالعسل، ومحدش يقلق من العسل لانه هيبقى طعمه او التيست بتاعه في النهاية جميل جدا. معلقة كبيرة كده عسل، نبتدي ندخل صويا صوص غامق، صويا صوص فاتح، طبعا واحد منهم ممكن يسد، لكن لما نحط الاتنين مش هيجرى حاجة، وهيبقى هيدي برضو تيست كويس ولمعة كويسة في الآخر. معلقة حلوة كده، وأهم حاجة في الموضوع الأويستر صوص أو صوص المحار، لأن ده اللي بيدي لمعة للطبق جامدة جدا، بالإضافة لأن التيست بتاعه عالي جدا طبعا. نقلب كل الشغل بتاعنا ده مع بعضه، وبرضو نص كوباية كده من مرق اللحم، عظمة على عظمة، العظمة لله سبحانه وتعالى، حلاوة وجمال وقوام وكل حاجة. دلوقتي ما ناقصناش غير ان احنا نسقط باللحمة او ننزل اللحمة بتاعتنا. اللحمة تتاكل على كده، على فكرة شكلها مغري أوي ومشهي أوي، اللحمة فعلا تتاكل على كده، هي مش مستوية أوي بس طبعا جميلة جدا جدا جدا.
بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. حاجة كده عظمة على عظمة والله العظيم. رغم ان الطبق لسه فيه شغل الا انه شكله يرد روح. دايما احب تجربوا الاكلات دي لانها خفيفة سريعة تيستي جدا، حاجة مفتخرة وهتعجبكم قوي. وما تنسوش طبعا اللي يجربها يكتب لي في الكومنتات، ويا ريت يبعت لي صور الاطباق اللي عملها. هنديها بس غطا شويه صغيرين كده تكمل تسويه. زي ما حضراتكم شايفين كده خلصنا طبق اللحمه بالصوص البني الصيني تشاينيز براون صوص بيف. هنبتدي نغرف الطبق بتاعنا. وادي البيف بتاعتنا. اهم حاجة عندنا التفنيشة الحلوة دي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الابداع والجمال، يا سيدي على الابداع والجمال. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا سيدي يا سيدي على الدلع، يا سيدي يا سيدي على الدلع. بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين ده تشاينيز براون صوص بيف زي ما الكتاب بيقول، وطبعا بروح جريئة جدا مصرية هيخلي الطعم بتاعنا محبب جدا للمصريين كمان زي ما هو محبب جدا للصينيين. معاه طبق بطاطس معمول بطريقة ظريفة جدا كده، عملناه يبقى مصاحب للأكلة دي، وحاجة جامدة أوي ومفتخرة. وإن شاء الله يا ريت تجربوها في البيت وطلعوا لي الصور بتاعتها عندي في التعليقات. وما تنسوش إن شاء الله تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش إن شاء الله تعملوا لنا فولو على الانستجرام والفيسبوك. وكده بقى حلقة النهاردة خلصت، وسلام.